السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هناخد مع بعض السكون. السكون يا حبايبي ما يعتبرش حركة زي الفتحة والكسرة والضمة، لان انا بفصل الصوت عنه كأن جالي انقطاع نفس كده. وله شكلين، الدايرة دي او راس الحاء دي. الدايرة بنكتبها في الإملة العادية، راس الحاء بتيجي في القرآن بس. لما الطفل يخلص معايا الحركات الثلاثة اللي هما الفتحة والكسرة والضمة، أنا هعمل إيه؟ هخليه يبدأ ياخد تحليل الكلمة اللي هو تقطيعها، وهنقطع الكلمة لأصوات. تمام؟ أصوات يعني أي حرف عليه حركة بيدينا الصوت ده. لكن من أول السكون هبدأ أعرفه إن في حاجة اسمها مقطع صوتي، يعني السكون ده ما ينفعش يجي لوحده. يبقى بدل ما كنت هحلل لأصوات هحلل لمقاطع صوتية. يبقى ما ينفعش أقرأ الحرف الساكن لوحده، ولا أبدأ بالسكون أو الحرف الساكن بأي كلمة، ولازم يجي مع اللي قبله أو مع ال. هبدأ أعرف الطفل إن السكون له مكانة مميزة مع الحروف ومع الحرف المشدد. هبدأ أعرفه إن في حاجة اسمها حروف القلقلة، لو لازم الحروف ديت يكون عليها سكون، وابدأ أقول له إن هي حروف قطب جد. بمجرد ما ألاقي أي حرف من حروف قطب جد، يعني حرف القاف أو الطاء أو الباء أو الجيم أو الدال عليه سكون، على طول أنا بقلقل الحرف ده. طيب أنا هقرأه بالقلقلة للطفل، هحاول على قد ما أقدر إن أنا أقرأه صح بالقلقلة، رغم إنه في الكلام العادي طبعا مش هنقلقل، لكن عشان لما يجي يحفظ قرآن أو كده يبقى الموضوع بالنسبة له إن شاء الله سهل. شفتوا يا أصدقائي السكون عمل إيه في حروف قطب جد؟ غير صوتها، بقى اسم صوته صوت مقلقل. أعرف الطفل بمجرد ما يشوف أي حرف ساكن، أول ما يشوف السكون في الكلمة ما ينفعش يقرأه لوحده أبدا، لازم يقرأه مع الحرف اللي قبله، وكده دايما السكون مع اللي قبله. يلا نقرأ: أق، أط، أب، أج، أد. ده كده اسمه مقطع ساكن، يعني كأني جبت حتة كده وقطعتها على بعضها، وما ينفعش إلا الاتنين مع بعض. طيب يلا يا أصدقائي نشوف السكون مع حروف الهمس اللي هي فحثه شخص سكت. بث، وقلنا همس يعني بطلع هوا مع الحرف. الحروف ديت لو جت سكون بنطقها طبعا مع اللي قبلها، فبيطلع لي صوت اسمه الهمس، كأني بهمس في ودنك كده. بف، بح، بح، بث، به، بش، بخ، بص، بس، بك، بت. طيب يلا نشوف السكون مع باقي الحروف. باقي الحروف طبعا في منها المرقق والمفخم واللثوي، الحاجات دي. عندي الحروف ديت هي الباقية لازم يكون عليها سكون. أنا النهاردة الكلام بتاعي على السكون، فأي حرف في دول يجي عليه سكون مش هينفع أقرأه لوحده، لازم أجيب قبليه أي حرف عليه أي حركة. أنا مثلا هجيب حرف الهمزة وعليه فتحة مع الحروف دي. يلا نقرأ: أ، أذ، أر، أز، أض، أظ، أع، أغ، ال، أم، أن، أو، أي. طبعا كل طفل لما يجي يقرأ أي حرف عليه سكون بخليه يحط إيده على بقه كأنه بيحبس الحرف كده، لا بيتفتح ولا بيتضم ولا بيتكسر. تمام؟ عرف الطفل إن السكون ما ينفعش يجي أبدا في أول الكلمة، لأن لو جه في أول الكلمة طيب أنا ما بعرفش أقرأه لوحده، ما أنا لازم أجيب حرف قبليه، فما ينفعش يجي السكون في أول الكلمة. طيب يجي فين؟ يا إما في النص يا إما في الآخر. وهعرف الطفل حاجة مهمة في أطفال كتير بيقعوا فيها، هقول له أول حرف في الكلمة دي أول الكلمة، آخر حرف في الكلمة
دي آخر الكلمة. أي حرف في النص ده وسط الكلمة، عشان في أطفال كتير بيقعوا فيها، فنركز في الحتة دي. هنا عندي السكون فين؟ على حرف الكاف، صح؟ وحرف الكاف احنا قلنا ان هو من حروف الهمس. هقول يكتبوا، يكتبوا. طيب في حاجة كمان الطفل لازم يعرفها. أنا مثلا لو هقرأ الكلمة ديت بس وهقول يكتبوا، طيب في حاجة هقولها للطفل، إن أنا لو وقفت على حرف الباء الأخير هو عليه ضمة، بس أنا عندي في اللغة العربية لو وقفت على كلمة آخر حرف بسكنها، يعني الضمة هخليها سكون، سواء قلت يكتبوا أو يكتب، دي صح ودي صح. لكن انا مثلا الطفل بيتعلم القراءة معايا لسه، فانا هخليه يقرأ معايا الحركات كلها، يكتبوا. لو اتمكن بقى وكده خلاص يقول يكتب، واحاول برضو اقلقل عشان بس يبقى شطور بعد كده في القرآن. كده نكون خلصنا السكون. هندي للطفل كلمات يحللها لمقاطع صوتية. هنقول له يلا حلل مقطع صوتي، طبعا هيقول يك مع بعض، لان الكاف ساكن ضعيف ما ينفعش يبقى لوحده، هيجي مع اللي قبله. والحروف التانية اللي هو الضمتين، كل ضمة قوية يبقى التاء اللي هو التو لوحدها والبو لوحدها. يلا يا أصدقائي هنجيب كتبنا ونحاول نقرأ على قد ما نقدر كلمات فيها السكون. وبكده نكون خلصنا درس النهاردة، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.